ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. يلا نرسم الصليب مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد آمين. في راجل غني قوي قوي كان عنده فلوس كتيرة خالص، والراجل ده كان بيلبس أفخم أنواع الحرير وبيتنعم كل يوم في الخير اللي عنده، وعايش في قصر كبير جدا. وكل يوم يا أصحابي الراجل الغني ده كان بيصحى يفطر وياكل كل اللي نفسه فيه، وهو خارج من قصره كان في راجل فقير قوي اسمه لعازر قاعد على باب القصر بتاعه، لكن كان غلبان قوي قوي وفي كل جسمه جروح وقرح. ومن شدة التعب اللي الراجل ده كان فيه أصحابي الكلاب كانت بتيجي وتلحس القرح دي اللي في جسمه علشان تهون عليه الوجع. والعازر ده يا أصحابي كان نفسه أي حد يساعده أو حد يديله أكل، لكن كان دايما الراجل الغني ده بيدخل وبيخرج لقصره وشايف لعازر الغلبان الفقير ده تعبان، وعمره ما كان بيفكر يساعده ولا يديله حتى فلوس. والعازر يا أصحابي كان بيتمنى إن الراجل الغني ده يديله حتى الفتافيت اللي بتقع منه وهو بياكل، لكن ما كانش بيحصل كده خالص. أما لعازر يا أصحابي بالرغم إنه كان فقير جدا جدا وتعبان قوي، لكن كان دايما بيقول أشكرك يا رب على كل حال، أنا مش محتاج يا رب أكون زي الراجل الغني ده، أنا مبسوط بعيشتي دي. وبعد فترة يا أصحابي الراجل الغني مات واتدفن، ولعازر الفقير برضه مات. لكن لعازر يا أصحابي جت ملايكة كتير قوي من السماء شالوه وطلعوه فوق للسماء علشان يفضل قاعد في حضن ربنا. أما بالنسبة للرجل الغني علشان أعماله كانت شريرة خالص وما عملش أي عمل رحمة ولا حتى كان بيفكر يساعد لعازر الغلبان، فالغني بقى في حتة صعبة خالص وحتة مش حلوة مليانة نار وكان بيتعذب. والغني شاف من بعيد أبونا إبراهيم ومعاه لعازر في حضنه جايين من بعيد، فصرخ الغني بصوت عالي وقال يا أبونا إبراهيم أنا عاوز لعازر ولو حتى بس يبل طرف صباعه بمية ويحطه على طرف لساني، أنا تعبان، المكان اللي أنا فيه ده صعب قوي، أنا مش قادر. أبونا إبراهيم قال للغني أنت خلصت كل أيام البركة بتاعتك على الأرض وكانت حياتك سهلة وبسيطة ومرفهة ومليانة خير، أما لعازر حبيبي شاف أيام صعبة قوي على الأرض، دلوقتي جه وقته إنه يكون فرحان ومبسوط في حضن ربنا. وبكده تكون خلصت قصتنا يا أصحابي، لكن احنا عايزين نتعلم ان احنا لما نقدر نساعد حد نساعده على طول، ولما نشوف حد محتاج نشوف ايه اللي محتاجه ونعمل عمل رحمة علشان بابا يسوع يفرح بينا. نتقابل في قصة جديدة. باي باي.